السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم ايضا على قناه شيف سهيله. اليوم غادي نقدم لكم كلاص راقي جدا في المنظر وفي المذاق، حتى هو كيجينا بنين بزاف بدون كريمه سائله، بمكونات ان شاء الله تكون متوفره عندكم، وجربوه وغادي ينال اعجابكم. كيجي رائع جدا. خليكم معايا من بدايه الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير ديالو، اللي كيجي سهل وبسيط وكيجي الطعم ديالو رائع جدا، ما كيجيناش قاصح. وانتم تلاحظوا معايا نسيترو فقط بكاس كبير ديال الحليب كنحصلوا على الكلاص هذا بهذا الشكل هذا. صراحه كيجي اكثر من رائع، وحتى المذاق ديالو كيجينا زوين بزاف بزاف ديال الانواع اللي كيكونوا اقتصاديين طبيعه الحال. اول حاجه عندي هنا واحد الفلون ديال الكراميل اللي الوزن ديالو 65 غرام. علاش هنايا ممكن تضيفوا غير العادي جدا هنايا غير حيت زايد فيه السكر. عندي هنايا واحد الباكيه ديال الكلاص ديال الفاني، او ممكن استبدالها بالشونتيي العادي جدا. يعني ما كاينش فرق انكم ممكن تنكهوا الكلاص ديالكم غير بالفانيلا وهكا كنحصلوا على كلاص اللي كيكون بالفاني. عندي هنا 2 معالق كبار من بودره ديال الحليب المجفف، وعندي هنايا ملعقه كبيره من الكراميل. مهم بالنسبه لهادو هما المقادير ديال الكلاص ديالنا اللي كيجي صراحه زوين بزاف، مذاق ديالو رائع جدا. اول حاجه كنحتاج بول اللي غادي نخلط فيه او اللي غادي نطرب فيه. غادي نوضع فيه داك ساشي من الشونتي او الكلاص. من بعد غادي نضيف له هنا فلون ديال ذوق الكراميل، ممكن ديروا ذوق الفانيلا على حسب الفاني باش يتواتى بشكل كتير مع الكلاص، ولا ممكن تضيفوا الكراميل لانه انا غادي نضيف صلصه ديال الكراميل. هذاك الشيء علاش ضفت فلون كراميل. من بعد هنا كنضيف كاس وربع ديال الحليب، ما يعادلنا تقريبا واحد 200 مليلتر من الحليب او اقل اللي بغيتو كتير او بغيتو قل ممكن ديروا غير 150 مليلتر من الحليب. من بعد هنا كندير داك 2 معالق كبار ديال الحليب بالبودره المجفف، ممكن الاستغناء عليه ولكن كيعطي صراحه طعم رائع جدا. غادي نخلطوا هاد المكونات بهذا الشكل هذا حتى غادي ندمجوا ليها العناصر كلهم. من بعد غادي نضيف هنايا ملعقه كبيره مملوءه من نسلي كراميل اللي غادي نضيفه. ممكن تحضروه في البيت، ممكن تاخذوا هذا اللي جاهز، ممكن تاخذوا اي حاجه. كنخليوه يطربوا. من بعد غادي ندوز هنايا غادي ناخذ قطع من شوكولا، اي شوكولا كتفضلوا، هذا النوع هذا او اي شوكولا كتفضلوا. غادي نقسموهم بهذا الشكل هذا وغادي نبدا نقطعهم قطع صغيره جدا هي وبعض الحبات من الكركاع اللي كان هاد الحبات الكركاع اللي كان عندي وصافي. وغادي نبدا نزين به بطبيعه الحال. ودائما هاد الشوكولا اي شوكولا غديروه في المجمد باش يبرد ليكم، باش هكا يصلح يتفرتت معكم دغيا. صافي غادي ندير غير واحد الحبه منه وغادي نزيد واحد شويه من الاخر وصافي. المهم هذا كاختياري صراحه كيعطي المذاق زوين. وممكن تعوضوها بالنوغا، انكم تصوبوا تحضروا النوغا وتهرمشوها وتضيفوها في الخليط ديالكم اللي كما الكلاص اللي سبق لي وحضرت لكم العام اللي فات. صراحه كيجي زوين بزاف. صافي من بعد نتوما كما لاحظتوا درت هاد الكميه هذه غير فقط هكا باش كيجينا الكلاص ديالنا غني من الداخل. صافي من بعد ما طربت لي المكونات كلها غادي نضيف هاد المكسرات او الشوكولا وشويه ديال الكركاع. صافي من بعد غادي نبدا نخلط او نقلب من الاعلى للاسفل حتى الا كانت عندنا شي حاجه باقا لتحت اننا نديروها. من بعد حنا غادي نزيدو دي بيبي شوكولا، ممكن استغناء عليها علاش لا. وممكن تخليو الكلاص ديالكم سامبل كيف من الاول، ممكن تضيفوا هاد بعض الاضافات. صافي غادي نبدا نخلط بهذا الشكل هذا باش نتحصل على الكلاص. البنات بالنسبه للكلاص ديالكم ما تطربوش اكثر من هكا، لانه الا طربتوه هو يجيكم عاقد بزاف حتى في الحطه او الديكور ديالو ما كيجيناش زوين. وكيجينا هكا حتى في المعلقه فاش كناكلو ما كيجيناش الملمس ديالو رطب، كيجينا حرش وما كيجيش في المذاق في المنظر زوين. اما المذاق كيجي رائع جدا، يعني دونك كيختلفش بطبيعه الحال. صافي من بعد انا جبت الاطار ديالي هنا اللي فيه تقريبا واحد 26 سنتيم ولا 24، المهم على حسب العلو اللي بغيتو. صافي من بعد انا درت له السلوفان بهكا باش ما يهبطش ليا على الطبسيل الداخل. ومن بعد غادي نكب هاد الكلاص ديالنا
ونوضعوه ليله كامله انه يبرد لنا مزيان مزيان. هاد الكلاص هذا ملي كنديروا على هذا القوام هذا، واخا انه كنحطوه في ليله كامله في المجمد ما كيقصحش لينا بزاف بزاف، كيولي كيبقى لنا شاد في راسو، ولكن في نفس الوقت انه ما محجرش كما غنسميوه هكايا. صافي من بعد غادي نقاد الوجه ديالو غير بهكا بشويه، ممكن غير اي اداه، ممكن بالملعقه، ممكن بالسكين، ممكن اي بلا سباتول، اي حاجه كتفضلوا. من بعد كما قلت لكم غادي نغطيه بالوجه ديالو بالسلوفان وكندخلو المجمد بطبيعه الحال. من بعد انا ما دازت ليا تقريبا ليله كامله، واحد 8 ساعات تقريبا او 6 ساعات، وغادي ناخذ واحد السكين وغادي ندوزو في الجوانب، ومن بعد غادي نحيد الاطار بكل سهوله، وكنبدا نقاد هكا بالسكين في الجوانب. الا كانت شي شنتوفه ولا شي حاجه ما مقاداش كنعاودو نقادوها، كنعاودو نقادو الوجه ديالو واخا ما تيبانش. دائما الحاجه كتقاد كتجينا زوينه وتا في المنظر كتجي رائعه. من بعد انا غادي نحمر اللوز فيليه وغادي نزين به. المهم التزيين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب اي وحده كتفضلوا. ممكن تخليوه هكاك، ممكن تزينوا بالشوكولا، خطوط الشوكولا من الفوق، ممكن الخطوط ديال النسلي بحال اللي درت هكا، ممكن ديروا المكسرات من الفوق، النوغا من الفوق. مهم لكم من الاختيار، مهم هو الاساس انكم تجربوا وغادي ينال اعجابكم، لانه صراحه منعش وزوين بزاف بزاف. شكرا بزاف على حسن المتابعة، والى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفة جديدة. خليكم تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي رائع جدا. السلام عليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. مرحبا بكم ايضا على قناه شيف سهيله. اليوم غادي نقدم لكم كلاص رائع جدا، كيجي غزال بزاف، لذيذ لواحد الدرجه ما تصوروش ديال الضياف. صراحه كيجي اكثر من رائع. خليكم معي دائما من بدايه الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير. ما تنساوش لايكيو الفيديو لاكبر عدد ديال اللايكات هكا لتعم الفائده، كيجي اكثر من رائع. اول حاجه كنحتاج هنا جوج ديال العلب ديال الشونتي، ما يعادل 200 غرام ديال الشونتي. كل علبه كتوزن لنا 100 غرام في 100 غرام. كما لاحظتوا عندي علبه اللي غادي نفتحها معكم دابا، وعلبه اخرى راه هي محطوطه تما حيدت لها غير لومبالاج ديالها. يعني كل وحده كتوزن لينا 100 غرام بطبيعه الحال. عندي هنايا واحد الفلون بنكهه الكراميل، الصراحه كيتوتا بشكل كتير مع هاد الكلاص هذا. عندي نصف لتر من الحليب، وعندي 12 قطعه من البسكوي اللي كيكون ديال الشوكولا محشي بالكريمه، اللي كيعطي واحد المذاق رائع جدا. وهي بيكون بسكوي نوع جيد باش هكا كيعطيكم مذاق زوين. من بعد كنكب داك 200 غرام ديال الشونتيي، ما يعادلنا 2 اكياس. كل كيس كما قلت لكم كيعادلنا 100 غرام. كنضيف نصف لتر من الحليب، ما يعادلنا 500 مليلتر. الاخوات اللي كيقول لي عبرينا بالغرامات. مهم عندي هنايا واحد الساشي من الفلون بذوق الكراميل، وهادو هما المكونات. وغادي نمشي نطحن الكل بطبيعه الحال جيدا. من بعد ما خليته كيتطحن غادي ندوز انني نطحن البسكوي. هنايا كما قلت لكم 12 قطعه من البسكوي اللي غادي تضيفوا. كاين اللي غادي يقول لي ممكن واش نديروا الكريمه السائله. غادي تضيفوا 500 مليلتر من الكريمه السائله، ما يعادلنا نصف لتر من الكريمه السائله. الا كانت حلوه كتكتفيو بالحلاوه ديالها، او الا كانت مسوسه تقدروا توضعوا لها 4 معالق ديال السكر قلاصي ماشي سنيده باش هكا ما تغرزش لكم بطبيعه الحال. من بعد ما طحنت لكم البسكوي غادي ندوزو هنايا نكملوا المراحل اللي ضفنا. عندي هنا 4 المعالق كبار ديال الحليب المركز المحلى، يعني هذا ديال الكراميل، ذوق الكراميل.
فقط تقريبا غادي ندير نص علبه، لانه لاحظتوا ان الكميه كثيره. الا كنتو غديروا نص الكميه انكم ديروا المقادير هذا يعني ناقصه، ديروا مثلا 3 المعالق كبار هكا. صراحه هو اللي كيعطي واحد البنه، واحد المذاق رائع للكلاص ديالنا. صافي من بعد هنايا غادي نبدا نخلط الكل بهذا الشكل هذا. يعني ما كنخفقوش مزيان، غتلاحظوا معايا انني ما كنطلعش الكريمه بزاف، يعني فقط غادي نكتفي بهذا المقدار هذا ديال انني طحنته. صافي من بعد بهذا الشكل هذا غادي نحبسه، وهكا تحصلنا على كلاص اللي كيكون رائع جدا وكريمي في نفس الوقت. صراحه الا جربتوه غادي ينال اعجابكم وغترحموني عليه، لانه فعلا زوين بزاف. صافي من بعد في هذه الاثناء غادي نضيف هذاك البسكويت اللي طحنا جيدا، وهنايا غادي نبداو نخلطو من الاسفل للاعلى باش هكا ما يهبطش لينا الخليط ديالنا اللي درناه من الاول. وهكا يعني كنكونوا سالينا الكلاص ديالنا. من بعد غادي نجيب واحد الاطار اللي غادي يكون كبير، تقريبا واحد 30 سنتيم على 30، وهكا غادي نوضع هاد الكلاص ديالنا. صراحه كيجي اكثر من رائع، كي زوين بزاف. مهم انا فرشت ليه واحد السلوفان ودرته في بلاطو ديال الخشب باش هكا ندخلو الفريكو بلا ما ديروا في التبصيل ديال الدجاج، لانه يقدر يتهرس لكم مع البروده وداكشي. فلهذا اكتفيو غير شي بلاطو هكا، او ممكن ديروا الكرتونه الصفراء اللي كنديروا بها الخاصه بالحلويات انكم تحطوا فيها نيشان. صافي من بعد هنايا غادي نجيب لا سباتول وغادي نبدا نقاد السطح الوجه ديال هاد الكلاص بهذا الشكل هذا. وصافي وغادي ندخلو لمده ديال على الاقل 6 ديال الساعات، وغادي يبرد لنا مزيان. وغادي نزينو بطبيعه الحال بشي حاجه اللي كتكون بسيطه عندنا. انا زينته باللوز افيلي اللي بطبيعه الحال كيكون محمر قبل، وزينته بالخطوط من الكراميل. صراحه اللي جا رائع جدا، الله يلحمق عليه الضياف. صراحه كيجيو زوينين بزاف بزاف. غادي نخليكم مع لقطات ديال التصاور ديال الدجاج ولا واللحم. صراحه جا زوين بزاف، رائع جدا. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم بصحه وراحه. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا دائما بلي لايك ديالكم واشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله الجايه. وفي اخر الفيديو غادي نوريكم الطبق ديال اللحم وديال الدجاج بطبيعه الحال، كيجي زوين ولذيذ بزاف. ما تنساوش اللايك، هكا كتشجيع للقناه. السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. مرحبا بكم ايضا على قناه شيف سهيله. اليوم غادي نقدم لكم احلى كلاص، صراحه جدا رائع جدا، كيجينا كريمي وزوين بزاف، مذاق ديالو رائع جدا. خليكم معايا من بدايه الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير ديالو اللي فعلا بسيطه جدا. واهم حاجه انها بدون كريمه سائله وكتجينا بنينه لواحد الدرجه ما تصوروش. ما تبخلوش عليا دائما باللايك ديالكم وتشجيعات دائما باش نستمر، وهكا كثروا لي اكثر من العدد ديال اللايكات باش نحط لكم العديد من الوصفات ديال لي كلاص. مهم الا بغيتوا كلاص فرديين حتى هما غادي نحطهم لكم، علاش لا. والانواع ديال لي كيك صراحه المذاق جديد ان شاء الله غادي تشوفوه معايا. مهم هنايا كما لاحظتوا ان الكلاص ديالنا هو على هذا الشكل هذا، كيجي زوين بزاف، عطيني المذاق ديالو رائع جدا. كنتمنى انكم غير تجربوه، غادي يعجبكم بزاف بزاف. نبداو على بركه الله بالمقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنايا كاس الحليب ما يعادل 150 مليلتر من الحليب، ما يعادل كاس العنبه. عندي واحد العلبه ديال الشانتي. عندي هنايا البخاليني 5 دراهم ديال البخاليني، 2 ديال الياغورت الجبن طري هو اللي خدمت به. بالنسبه الناس اللي سولوني على الوزن ديال الشونتيي هو 100 غرام، ما يعادلنا تقريبا كاس العرب ديال الشونتيي. الى عبرنا بالكاس العنبه غتجينا كاس العروب ديال الشونتيي. بالنسبه للاخوات اللي كاينين على برا ما كيعرفوش الوزن، كما قلت لكم 100 غرام. من بعد كنضيف داك الكاس ديال الحليب كما قلت لكم ما يعادلنا 150
مليلتر ما يعادل كاس العنبه. كنتمنى انه يكون مفهوم واضح. وغادي نخلطوا هاد المكونات بهذا الشكل هذا. المهم حاولوا انكم ديروه في شي بول او في شي حاجه اللي كتكون غارقه هكا باش انه ما يطرش لكم ويدير لكم هاد الشيء اللي درت لي انا. بدات كطرش ليا، ولا خدموها في العجانه ولا في اي حاجه. المهم اي بول يكون عندكم يكون غارق. صافي غادي نمشي نمسح بعدا هاد الروينه هادي ونجي نكمل معاكم. صافي من بعد ما طربت الكريمه ديالي شويه طلعت ليا ميمونطي، يعني شويه طالعه ماشي بزاف، يعني ما كنطلعوهاش بزاف حتى كتعقدنا، لا فقط باش كتجينا كريميه. من بعد كنضيفوا عليها داك جوج الياغورت ديال الجبن، المهم طري. بالنسبه للجبن علاش قلت لكم انا ديروا الياغورت اللي ديال الجبن باش كتجينا كريميه، فهمتوا؟ ممكن ديروا اي ياغورت ولكن خذوا هذا اللي كيكون عاقد بطبيعه الحال. من بعد هنايا غادي نضيف داك 5 غرام ديال البخاليني، تقريبا واحد 2 معالق صغار، يعني يكونوا عامرين بهذا الشكل هذا. عرفتي كيعطي واحد المذاق اللوز رائع جدا لهاد الكلاص ديالنا. ممكن انكم تحضروا ولا سيما انكم ديروا تاخذوا اللوز وديروا مع ديروا النوغا. هانتو كتشدوا اللوز واحد الكميه صغيره ديال اللوز كديروها مع السكر سنيده حتى كتذوب بحال الشكل ديال النوغا، وكتبقاو طحنوها مزيان حتى كتولي لكم بحال معلكه، بحال كتطلق داك الزيت ديالها. صافي كتبقاو. وهذا هو البخاليني، يعني ماشي شي حاجه اللي كثيره. انا المره الجايه غادي نخدمو معكم هو نيسلي كراميل ونيسلي وهذاك حليب محلل عادي، غنخدمه معكم ان شاء الله. صافي من بعد ما ندمجوا ليا المكونات بهذا الشكل هذا، صافي هنا كنتحصل على واحد الكلاص اللي كيكون ساهل وما كيتعداش النضق بزاف، وهكا كنعطيوه لوليداتكم وبطريقه اللي كتكون كثيره بكميه كثيره يعني التكلفه اقل، حسن ما تاخذوا هذاك الجاهز صراحه كيجينا زوين بزاف. المهم دابا نصايب معكم ان شاء الله الفرديين، علاش لا. صافي غادي نبدا نقاد هكا في الاناء ديالنا او اي. شوفوا البنات ماشي ضروري ان يكون عندكم هذا المول هذا اللي عندي ديال سيليكون، ممكن تشدوا غير طاسه. شوفوا طاسه غتشدوها وغتغلفوها بسلوفان مزيان، وملي كتغلفوها بالسلوفان غادي ترميو عليه هذا الكلاص هذا وغادي ديروا فاش غادي تقلبوا غيجيكم بحال مربع، ولا ديروه على شكل مستطيل ولا ديروه على اي حاجه. المهم اي مول عندكم ممكن تستخدموه. الا كان سيليكون ما كتحتاجوش يعني ديروا السلوفان، لا كان ديال الحديد ولا شي هذا ديروا السلوفان باش هكا كيسهل عليكم منين تجمد تحيدوه. صراحه كيجي زوين بزاف، يعني ماشي ضروري ان السيليكون ولا الديكور، لا اهم حاجه انه المذاق. صافي غادي نبدا نقاد بهذا الشكل هذا، وانا كنخبط. علاش كنخبط لتحت؟ باش هذوك الفراغات اللي تما يعمروا ليا، باش مني نحيد الاطار ديالي او نحيد المول ديالي يعطيني ديكور او منظر زوين. صافي من بعد غادي نخليه تماما الليله كامله. دائما لي كلاص ديالي كنخدمهم بالليل وباش الصباح كيكونوا واجدين وكيكونوا واجدين النهار كامل، لانه صراحه بنين بزاف ما غاديش يبقى فيه والو. جربوه وغادي يعجبكم بزاف، لا سيما انكم جربتوا لي كلاص ديال العام اللي فات وديال هذا العام هذا حتى هو ان شاء الله بحول الله. صافي من بعد ما دازت تقريبا ليله كامله، نضت في الصباح وجبدتهم من الكونجيلاتور ووضعته بهذا الشكل هذا، يعني بكل سهوله باش السيليكون زوين دغيا كيتحيد لنا بهذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نزينو بزين اللي كيكون بسيط جدا. غادي نضيف له شويه ديال نسلي. المهم كتزين فقط، يعني انا ما استخدمتوش في الوصفه وانما زينت به. المهم هذيك الساعه كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم، على حسب الرغبه ديال كل واحد. ومهم انكم تجربوا الكلاص بدون تزيين ولا والو، كيجي رائع جدا. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم والصحه والراحه. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا دائما كما كنقول لكم باللي لايك واشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله الجايه. واللي مشترك معايا مرحبا به، واللي يلاه اشترك معايا الف مرحبا به. وكنشكركم بزاف على الانضمام للقناه، وخليكم على فيديو وشوفوا يعني القوام ديالو كيفاش كيجي ألذ واروع معاكم.